السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصص جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا المرعبة. النهاردة إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن قصص حقيقية مرعبة عن الحسد والعين. قبل ما نبدأ قصة النهاردة إن شاء الله بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. نبدأ قصتنا، نقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن شر حاسد إذا حسد. العين، الحسد، العين اللي بتفلق الحجر، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان في حاجة سابقة القدر كانت هتبقى العين. العين اللي ممكن بسببها يدخل الإنسان القبر وتدخل الجمل القدر. أنا بقول القصص دي وكلها قصص حقيقية وأنا حزينة جدا. دي عين إنسان، لا جن ولا شياطين، ده الإنسان هو اللي بيعمل في الإنسان كده، بنظرة حسد، بنظرة حقد، بنظرة غيرة، ممكن تفقد الإنسان حياته وتخرب بيوت وتصيب بأمراض والعياذ بالله. كل القصص اللي أنا هقولها دي حقيقية وحصلت لناس بالفعل. ده الجزء التاني من سلسلة قصص عن الحسد مرعبة. قصة النهاردة إن شاء الله عن بنت بتقول كان ليا واحدة صاحبتي وكنت بحبها جدا، كانت أعز صديقة ليا. فبتقولي واحنا كنا قاعدين انا وهي في الدرس، بتقولي يا انتي ضحكتك جميلة قوي، بحب ضحكتك وشكلك بيبقى جميل وانتي بتضحكي. بتقول عشان اروح انام اقوم من النوم على ألم رهيب جدا في اسناني وفي فكي بالاكمل، واروح للدكتور يقول لي في 4 ضروس لازم يتخلعوا. بعد كده حصل لها التهاب في اللثة شديد، ولغاية دلوقتي لسه بتعالج فكها بسبب كلمة اتقالت. بتقول شفايفي لغاية دلوقتي ورمة، ما عدتش بعرف اضحك ولا بعرف اتكلم ولا بعرف اكل حتى. صاحبتها اللي قالت لها كده، مش حد حقود ولا حد غيور. واحد برضو بيحكي قصة تانية، بيقول قعدت حوالي 10 سنين أنا ومراتي نلف على الدكاترة عشان الخلفة، وكل ما يحصل الحمل يحصل إجهاض. 10 سنين بالظبط قعدوا يلفوا على الدكاترة لغاية ما ربنا كرمهم وربنا رزقهم ببنت وولد توأم. بيقول عشان أروح أعزم الناس على السبوع كنت عامل لهم سبوع كبير جدا وفرحان، ده بعد 10 سنين. واحد يقول لي أيوة يا عم، ده انت بتسكت وما تجيبش اللي بتجوز. بيقول عشان بعدها بيوم ولد يموت وبعدها بشهر أخته تموت، الاتنين راحوا منه في شهر بكلمة اتقالت في وشه. القصة دي حقيقية وحصلت بالفعل. برضو واحدة تانية بتحكي، بتقول أختها اتجوزت بالظبط بعد 10 شهور خلفت، جابت بنت، فكانوا عاملين لها برضو أسبوع وروحوا يعزموا القرايب، يعني قرايبهم وجيرانهم حبايبهم، يعني زي ما الناس بتعتقد وبتفكر. بتقول فراحة بقول لواحدة ابقي تعالي بكرة ان شاء الله سبوع اختي. فقالت لها سبوع اختك؟ هي لحقت بسرعة كده خلفت؟ بتقول عشان بعد اسبوع من الكلمة دي البنت اللي هي مخلفاها تموت. الناس ما بترحمش، الحقد ممكن يخلي الانسان بتطلع منه نار والعياذ بالله. بنت تانية بتحكي قصة، بتقول احنا حياتنا اتدمرت حرفيا وبيتنا اتخرب بسبب الحسد وبسبب العين. القصة دي يا جماعة مؤلمة جدا ومؤثرة قوي. بتقول والدي الله يرحمه كان له تجارة وربنا كرمه جدا في التجارة لدرجة ان هو بقى مقتدر، يعني من ولا حاجة لحاجة عالية جدا، وربنا كرمه
في ابن لي دخل كلية الطب. بتقول أخويا الكبير دخل كلية الطب، وأخوها التاني كان مهندس، دخل برضو كلية الهندسة وخلص. وطبعا بابا ظروفه حلوة فعينه على طول، وأخوها التاني كان بيدرس لسه في كلية الطب. بتقول فجأة باباها عيا، وقع عيان، ما كملش حاجة ومات. طبعا بتقول احنا الناس كانوا بيحسدونا عيني عينك. بتقول احنا كنا بنسمع كلام الحسد واحنا قاعدين، ايوه يا عم، ايه اللي اديك يدينا، ده انتوا خلاص زهزهت معاكوا، انتوا يعني الكلام اللي بيتقال وانتوا بتفكروا بهزار ده بيبقى جواه غل وحقد. بتقول بعد ما بابا مات اتفاجئنا ان اخويا وهو في السنة السادسة في الطب مش راضي يروح الكلية ابدا، يجيبوه يمين يجيبوه شمال ابدا، لدرجة ان هما لما ضغطوا عليه وحصل مشاكل كان هينتحر حرفيا لحقوق عشان ما يروحش الكلية. كره الكلية ليه؟ كان متفوق من هو في ابتدائي لغاية الثانوية العامة، متفوق، وكان متفوق في كلية الطب، وكانوا كمان كله بيتوقع له ان هو يكون من اوائل الدفعة ويكون للترتيب على الدفعة كمان. بتقول ساب الكلية، ولما شفنا حالته كده وان هو اكتر من مرة هدد بالانتحار سيبناه. بتقول واخويا التاني خطيبته كان خاطب وخطيبته اتفسخت، وكل ما يخطب بنت تحصل مشاكل والخطوبة تتفسخ، مش عارفين ليه. بتقول لدرجة ان احنا من كتر ما حصل المشاكل دي وبتبقى الناس فرحانة ومبسوطة متعرفش المشاكل دي بتيجي منين، جاله اكتئاب مرضي فعلا وامتنع عن الأكل وعن الشرب. بتقول احنا حياتنا اتدمرت، أسرة حياتها اتدمرت بسبب الحسد اللي كله كان شايف عليهم النعمة. واحدة تانية بقى بتحكي دي اللي احنا بنفكره هزار أو حاجة. بتقول كان عندي قريبتي جاية البيت وانا كنت خارجة مقابلاها، وده برضو يعني انا بحذر من النقطة دي، والله ممكن تكون صاحبتك وحبيبتك وفي قلبها حاجة منك. البنات اللي بتبقى بتظهر بطبيعتها في البيت بشعرها بشياكتها قدام واحدة، صدقيني والله ممكن تحسدك. عشان بتقول انا خارجة جات لي فجأة فخرجت لها بلبس البيت العادي وكنت فاردة شعري وعاملة ميك اب، يعني كان شكلي احلى ما بخرج بكتير. بتقول ساعة ما شافتني قالت لي انتي ده شكل واحدة مخلفة 4 عيال، ده انتي شعرك معدي وسطك، ايه ده انتي لسه عندك شعر وانتي مخلفة 4 عيال، ده انا عندي عيلين وما بقاش في راسي ولا شعر. بتقول عشان بالظبط بالليل افضل الم في شعري اللي كان بيقع على الارض بدون سبب، وشعري يعتبر تساقط كله، وبلف على الدكاترة لغاية دلوقتي. بنت تانية بتحكي بتقول كان جاي لها ايفون جديد، وصاحبتها يا جماعة كانوا قاعدين في كافيه مع بعض، ساعة ما شافته قالت لها ايه ده جميل تحفة واو، انا نفسي في واحد زيه مش عارفة ايه. بتقول استأذنت منها سابتها ودخلت الحمام، التليفون وقع منها في بلاعة الحمام، وقع في البلاعة. يعني بتبقى حاجات بسيطة بس بتبين غل وبتبين حقد وبتبين شر في القلوب. القصة اللي معانا دلوقتي برضو عن الحسد، كان شيخ إمام مسجد، ربنا كان كرمه في أولاده قوي، كان ليه كل أولاده بسم الله ما شاء الله عليهم، كان ليه ولد مهندس وولد دكتور، وابنه التالت ده كان طيار مدني. ودي طبعا كانت حاجة كبيرة جدا وقتها، ان عندي يعني يمكن الطيار ده كانت عند الناس حاجة افخم من الدكتور ومن المهندس. وكان الشيخ ده كان يعني ما شاء الله عليه كان كل الناس بتحبه، بس برضو كان في حسد. الشيخ ده في مرة قاعد هو وابنه الدكتور، اتلقى يعني هو اللي بيحكوا الواقعة اللي بيقولوا كانت والدتهم متوفية، اللي راحوا الناس اللي راحت على الصوت بتقول احنا دخلنا لقينا ابنه الطيار يا جماعة ماسك خشبة
ونازل في أخوه وفي أبوه بالخشب على دماغتهم، وبيقول ميتين. يعني الناس طلعت على الصوت وعلى الصريخ، راحوا لقوا الطيار ده ماسك الخشبة ونازل ضرب في أبوه وفي أخوه على رؤوسهم وهم ميتين قدامه على الأرض. القصة دي حقيقية مفيهاش كده. وبعد كده قعد يضحك، وبعد كده كأنه طفل ماشي. احنا مش بنتكلم عن اي حد، احنا بنتكلم عن انسان مؤهل جدا، انسان يعني تخيلوا الاختبارات اللي بتتعمل للطيارين ده. انسان يعني تخيلوا كل الاختبارات اللي اتعملت له والدرجة اللي هو وصل لها، وفجأة كده فقد عقله، قتل ابوه وقتل اخوه. كل الناس وقتها قالوا احنا ده حسد، لان الناس كلها كانت بتحسد الشيخ ده على اولاده. الشيخ ده اللي كان فرحان باولاده مات هو ابنه على ايد ابن الطيار اللي كان بيفتخر بيه قصاد كل الناس. كل الناس قالت ده باين جدا وواضح ان هو حسد اللي خلى عقل الشاب ده يطير لدرجة ان هو يقتل ابوه واخوه. وعلى فكرة ما اتحكمش عليه بحاجة، لان هو لقوا ان عقله مفيش عقل، لقوا ان قدراته العقلية صفر، ان هو اصيب بالجنون ودخل مستشفى الامراض العقلية فترة. وبعد كده اخوه التالت استلمه، وكان بيبقى قاعد قدام البيت زي الاطفال. شفتوا كده الاطفال اللي مفيش بيلعب في التراب. الطيار اللي كان بيسوق طيارة يروح بيها من دولة لدولة بقى قاعد قدام البيت لا حول لي ولا قوة، بسبب عين حسد، بسبب حسد وبسبب شيطان. في مكان معين كان الناس بتقوم فيه بتجارة كبيرة، يعني التجارة دي بتكسب بالملايين. والقصة دي معاصرة، القصة دي حصلت السنة دي وأنا شاهدة عليها. في شاب كان على قده جدا، أخد قرض ودخل في التجارة دي، لسه بيقول بسم الله، لسه بيسمي فيها. الشاب ده أخد جزء من القرض زرع بيه، والجزء التاني اشترى بيه يعني الحبوب اللي هما بيتاجروا بيها وباع. ربنا كرمه في التجارة، وربنا كرمه في الزراعة، كرم ما بعده كرم ما شاء الله، لدرجة ان كان بيتقال في البلد ان الشاب ده كسب حوالي 5 مليون جنيه من القرض اللي اخده ب1 مليون جنيه من التجارة. وبسم الله ما شاء الله هو في سنتها اشترى عربية وسفر ابنه يسافر كلية من كليات القمة بره يكمل تعليمه بالخارج، واشترى أرض. يعني ظهرت عليه النعمة أوي ما شاء الله. الشاب ده كان واقف يتكلم مع مراته وقاعد بدون أي حاجة. يعني هو شاب، لأن هو يعني هو مش يعدي 45 سنة، كان متجوز صغير بيكلم مراته وقاعد. ودوه للدكتور، قال يا جماعة البقاء لله، ماله في ايه اللي حصل؟ كل الناس قالت دي عين، دي حسد. الراجل ربنا فتحها عليه، ما كملش السنة وساب بيته وساب حياته وساب تجارته وساب مراته ومات. الله أعلم بنية اللي بصله وحسده وحقد عليه في حياته وفي معيشته. القصص دي كلها حقيقية، القصص دي وأصعب منها وأشد منها قسوة ورعب حصلت وبتحصل وهتفضل تحصل للناس طول ما في ناس عايشة في قلوبها حقد وحسد وغل في القلوب. أنا هنا منزله لكم الرقية الشرعية موجودة في الفيديو، ودعاء تحصين النفس من الحسد والعين. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري،
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وعندنا برضو أنا منزله لكم أكتر من دعاء لتحصين النفس، ياريت تتابعوا الفيديو كامل وتشوفوهم، وإن شاء الله ربنا ما يأذيكم ولا يأذينا في حد بنحبه ولا في صحتنا ولا في عافيتنا، ويحصلنا يا رب، حصلنا بعزتك وبقدرتك وبجلالك من كل عين ومن كل شر ومن كل حاسد ومن كل حاقد. آمين يا رب العالمين. يا رب استودع عليك أنفسنا وأزواجنا وأولادنا وكل نعمة أنعمت بها علينا، وأنت الذي لا تضيع ودائعه، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى منكم إن انتوا تحافظوا بقدر ما تقدروا على بيوتكم وعلى أولادكم. بلاش كل نعمة تنشروها، بلاش كل حاجة حلوة تقولوها للناس. ربنا وحده اللي عالم بالقلوب. الحسد بيخرب بيوت، بيدمر ناس وبيموت ناس. بإذن الله ربنا يحفظكم ويحفظنا ويحميكم ويحمينا. آمين يا رب العالمين. بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.